السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة رائعة لتفريج الهموم واستجابة الدعاء. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، أكيد ناس كتيرة جدا بتعاني في هذه الأيام من الهموم والغموم والكروبات. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم وكروبكم وأن يزيل أحزانكم وأن يسعد قلوبكم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وصفة رائعة، لن أقول مجربة لأني ما بحبش كلمة مجربة، إنما نحن نفعل كل شيء بيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويقين فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مجموعة من الأذكار بفضل الله سبحانه وتعالى لها ثمرات عظيمة جدا جدا بفضل الله، من أعظمها تفريج الهموم والكروبات. لن أحدد لكم عددا معينا، لكن اللي تقدروا عليه، كل واحد على حسب طاقته يكتر من الذكر ده أو من الذكر ده على قد ما تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 1 كثرة الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، لأن بالاستغفار بتمحى الذنوب والسيئات. والإنسان ممكن يبتلى بالحزن والهم والمرض والابتلاءات والكروبات بسبب ذنوبه، فإن أكثر من الاستغفار محيت الذنوب ورفع عنه هذا البلاء وتلك الهموم والأحزان بفضل الله سبحانه وتعالى. بل أحيانا الإنسان لا يوفق في حياته بسبب الذنوب، فلما يتوب ويكثر من الاستغفار يأتيه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ويخلى بينه وبين كل أسباب الخير في هذه الدنيا والآخرة بفضل الله. نكثر من الاستغفار، نقول أستغفر الله بكل بساطة. ممكن طبعا في أنواع من الاستغفار عظيمة جدا، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، يعني حتى لو كان مرتكبا لتلك الكبيرة. سبحان الله. فممكن بقى، وقد أوتي النبي جوامع الكلم، لما النبي قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، لما قال الذكر ده لأمنا جويرية قال لها: لقد قلت معدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن اليوم لوزنتهن، اللي هم الكلمات دي. فممكن برضو نخلي معاها أي ذكر عادي، ما فيش مشكلة. يعني ممكن نقول أستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. شوف بقى استغفار، كم قد ايه من الاستغفار وكم قد ايه من الذنوب والآثام ستمحى عنا بفضل الله، ويأتينا بقى كل خير وكل بركة وكل سعادة بفضل الله، وتزول الهموم والأحزان بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. من قاله بالليل موقنا به فمات دخل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات دخل الجنة. فإذا علينا أن نتخير من الاستغفار أي صيغة من الثلاثة: إما أستغفر الله، وإما أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وإما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، اللي هو سيد الاستغفار لآخره. أي صيغة من الثلاثة دول تكفينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن: قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. إذن رقم 1 من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروبات واستجابة الدعاء كثرة الاستغفار. رقم 2 كثرة الصلاة على النبي. وأنا بقول كثرة، الإكثار من هذا، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نستدل بهذا الحديث ونكرره كثيرا، لأنه فعلا من أعظم أسباب تفريج الهموم. كما جاء عند الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إن كان ليه وقت معين لذكر الله سبحانه وتعالى، فقال له: يا رسول الله،
إني أريد أن أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتك؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له طب الربع؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. طب التلت، النص، التلات ارباع؟ ثم قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. فكتروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أننا بصلاة واحدة على النبي، من صلى على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10، يعني 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، قال أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى رقم 1 الإكثار من الاستغفار، رقم 2 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3 الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله فيها بفضل الله شفاء لكثير من الأدواء أدناها الهم والحزن. الله أكبر. فهي باب من أبواب الجنة، وهي كنز من كنوز الجنة من تحت عرش الرحمن. أنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، يعني لا حول لي ولا قوة لي على التحول من الاكتئاب والحزن والأمراض والابتلاءات إلى الخير والسعادة والنور إلا بالله سبحانه وتعالى. فأنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. يبقى الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 4 الإكثار من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما كان يونس عليه السلام في ظلمات 3، في ابتلاء شديد جدا، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي حصل؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن هيقول الذكر ده هنطلعه من ظلمات الهموم والأحزان والكربات والابتلاءات كما أنجينا يونس عليه السلام من ظلمة الليل والبحر وظلمة بطن الحوت. الله أكبر. فكتروا منها على قد ما تقدروا. ولذا ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون، يعني دعوة صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام، إذ دعا بها أي حين دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم في خير في شيء قط إلا استجاب الله دعوته. الله أكبر. يبقى إذن من أعظم أسباب أيضا تفريج الهموم واستجابة الدعاء الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. برضو الإكثار من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس يا حبايبي فاكرين إن حسبنا الله ونعم الوكيل ما بنقولهاش إلا على الظالم لما يظلمنا. لا، مين قال كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل يعني وكلت ربي عز وجل في كل أمور حياتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 4 كلمات قدامها 4 ثمرات. يبقى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. يبقى إذا نكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا وكلتك يا ربي في كل شؤون حياتي، أنت الذي توفقني لكل شيء يكون فيه مرضاتك ويكون فيه سعادتي. هو ده خلاصة الأمر. يبقى نكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي بعدها نكثر من قول وأفوض أمري إلى الله. الله أكبر. ما شاء الله. شوف مؤمن آل فرعون قال ايه؟ قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا لما آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده في القبر، ويوم تقوم الساعة لما تقوم القيامة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وده من أعظم الآيات التي يستدل بها على نعيم وعذاب القبر. تمام؟ إن دولت كانوا بيعذبوا فين؟ في القبر، مش في الدنيا. شوف قد إيه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى لو كن حد بيهددك، حد عدو ليك، حد بيتربص بيكم عايز يأذيكم، ما عليكم إلا أن تقولوا وأفوض أمري إلى الله. بس خلاص خلصت. فوقاه الله سيئات ما مكروا. مش عمالين بيمكروا بحضرتك أو بحضرتك، مش بيدبروا مؤامرات عشان يأذوكم، مش عمالين ليل ونهار بيكيدوا مكائد عظيمة جدا من أجل يعني إيذاءكم. الله هو الذي يتولى نصرتكم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إلى آخره. نكثر أيضا من سبحان الله وبحمده. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر قلناها كتير جدا، لما نكون واقف على شاطئ بحر فبيجي موجة عالية وهي راجعة بتعمل رغاوي بيضة بالمليارات، هو ده زبد البحر. فلو كانت ذنوبنا بالمليارات تغفر بقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. وزي ما قلت لحضراتكم قد يحال بيننا وبين التوفيق أو بين الرزق أو بين أي خير بسبب ذنوبنا. فلو قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت مليارات الذنوب، فيخلى بيننا وبين الخير وبفضل الله سبحانه وتعالى، ويبعد عنا الهموم والكروب والأحزان وعدم التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى نكثر من قول سبحان الله وبحمده. آخر حاجة نكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن هذا الذكر بفضل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله في يومه 100 مرة، إيه اللي يحصل بقى؟ فاز ب100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له كعتق 10 رقاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار بفضل الله من أعظم أسباب تفريج الهموم والكربات واستجابة الدعاء. يا حبذا بعد ما تاخدوا من كل ذكر من ده الورد اللي هتقدروا عليه، بعدها اجلسوا وادعوا، وإن شاء الله يستجاب دعاؤكم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولن أحدد عددا حتى لا تكون بدعة، لكن كل واحد على قدر استطاعته. ممكن واحد يقول والله قدراتي بالمصباح الإلكترونية أقول كل واحد مثلا 50 مرة، خير. هو ليس تحديدا ولكن بس إلزام للنفس إن أنا أحافظ على هذا الورد. ممكن واحد يقول والله أقدر ألزم نفسي ب100 مرة كل ذكر، جميل. المهم بس لا تتركوا تلك الأذكار اللي هي الإكثار من الاستغفار. اكتبوها بقى كعناصر: الإكثار من الاستغفار. رقم 2 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 3 الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. 4 الإكثار من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 5 الإكثار من حسبنا الله ونعم الوكيل. 6 الإكثار من وأفوض أمري إلى الله. 7 نقول حتى 100 مرة سبحان الله وبحمده. وآخر حاجة نقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.